السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا النهارده هنعمل لانشون الفراخ في البيت بطريقة ان شاء الله ناجحة ومضمونة 100%. ومكوناتنا بسيطة جدا، يعني من صدر فرخة واحد عملت كل كمية اللانشون دي، وان شاء الله هيطلع معاكي احلى واطعم من الجاهز بكتير. حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة، ويلا ندخل في الوصفة على طول. بسم الله. اول حاجة معايا صدر فرخة واحد وزنه 350 جرام، يعني اقل من نص كيلو. هبدأ أقطعه مكعبات. أنا الأول غسلته كويس جدا ونقعته في محلول النقع اللي هو عبارة عن لتر مية بنضيف عليه معلقتين كبار ملح، معلقتين كبار سكر، وعصرة ليمونة كبيرة. نقعته فيه لمدة ساعة، وبعد كده شطفته وصفيته. ودي خطوة مهمة جدا علشان نضمن إن الفراخ ما فيهاش ريحة زفارة. بعد ما قطعت صدر الفرخة مكعبات هنزل بيه في الكبة وهفرمه ناعم جدا لحد ما يتحول معايا لعجينة. تمام؟ حلو قوي كده، هو ده المطلوب. فرمته ناعم جدا وتحول معانا العجينة زي ما انتوا شايفين. يلا بقى نشوف البهارات اللي هنضيفها. أول حاجة معايا معلقتين كبار زيت بمعلقة الأكل، وهضيف كمان معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر، وأقل من نص معلقة صغيرة بهارات لحمة، ونص معلقة صغيرة توم باودر، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود، وهضيف كمان معلقة صغيرة ممسوحة ملح. ومش هنضيف ملح تاني، ملح هيكون مظبوط جدا. ومعايا هنا كوباية إلا ربع نشا، والنشا هنا هنستخدمه كمادة رابطة للانشون. ومعايا نص كوباية مية ساقعة متلجة وفيها تلج مجروش زي ما انتوا شايفين، ولازم ومهم جدا يكون فيها تلج. هضيفها على باقي المكونات، وهفرم المكونات دي مع بعضها كويس جدا لمدة 10 دقايق لحد ما تتحول معايا العجينة ناعمة جدا بالظبط كده زي ما انتوا شايفين. لازم نطول بالنا في الخطوة دي يا جماعة، ونفرم الفراخ لمدة 10 دقايق لحد ما تتحول معانا العجينة ناعمة، علشان في الآخر تدينا ملمس اللانشون الناعم اللي بنجيبه من بره. تمام؟ جبت الستريتش راب وفردته، وهاخد نص الخليط زي ما انتوا شايفين. نحاول على قد ما نقدر ناخد نص الخليط بالظبط، وهلفه على شكل رول. تمام؟ وانا بلف كده هضغط بسيط علشان اخرج الهواء. المقادير كلها هتلاقوها ان شاء الله مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. خطواته بسيطة وسهلة جدا زي ما انتوا شايفين. همسك الطرف ده والطرف ده وهضغط لجوه وهلف كده علشان يدينا رول لانشون زي اللي بنجيبه من بره. تمام؟ هقفل بقى الطرف ده كويس جدا، يعني بالمعنى الأصح هربطه، والطرف التاني أيضا هنربطه ونقفله كويس. تمام؟ وهرجع ألفه مرة تانية في ستريتش راب علشان هنسويه بطريقة بسيطة كده على البخار. تمام؟ أنا متأكدة إن شاء الله لما تجربوه استحالة تشتروا لانشون من بره تاني، لأن طعمه وريحته أحلى بكتير من لانشون المحلات. يا ريت لو جربتوه تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. هنقفل الطرف ده والطرف التاني كويس جدا زي ما انتوا شايفين. تمام؟ بعد كده جبت دبوس نضيف وهضغط على رول اللانشون علشان اخرج فقاقيع الهواء اللي موجوده جواه، علشان يطلع معانا المسام بتاعته ضيقه زي اللانشون اللي بنجيبه من بره واحلى كمان. حلو قوي كده. ومعايا هنا ورق فويل هياخد منه قطعه زي ما انتوا شايفين. لازم ومهم جدا الاول نلف اللانشون في ستريتش راب، وبعد كده بنلفه في ورق فويل علشان ده اصح. وانا بلف كده بضغط علشان يبقى معانا رول متساوي، وهنقفله كويس جدا من الجنبين كده زي البونبونايه بالظبط. تمام؟ بقى شكل البونبونايه. وعملت باقي الكميه بنفس الطريقه. يلا بقى بينا على البوتاجاز. جبت على البوتاجاز حله نصها ميه بتغلي، حطيت عليها مصفى، وهحط جوه المصفى اللانشون وهغطيه علشان يستوي، وهسيبه على النار لمده ساعتين على نار عاليه. مفيش مشكله، بس لازم نتاكد كل شويه ان الحله جواها ميه بتغلي علشان ما تنشفش ولا قدر الله تتحرق. وده التوم الباودر وبهارات اللحمه اللي انا استخدمتهم في وصفه النهارده. حبيت افكركم ان هم موجودين عندكم على القناه، ادخلوا شوفوا فيديوهاتهم، هتستفادوا منها كتير وهتعجبكم كمان. نرجع بقى لللانشون تاني. كل نص ساعه نقلب اللانشون علشان نتاكد ان هو استوى كويس جدا من فوق ومن تحت زي ما انتم شايفين. اثناء تقليب اللانشون لازم نتاكد ان الحله جواها ميه بتغلي علشان ما تنشفش او لا قدر الله تتحرق زي ما قلت لكم. تمام؟
بعد ما اللانشون يستوي بنختبره كده بخله، لو الخله طلعت نظيفه معناها ان اللانشون استوى تمام، زي ما بنختبر الكيكه بالظبط. عايزه اقول لكم بالنسبه لبهارات اللحمه اللي انا استخدمتها في وصفه النهارده، لو مش موجوده عندكم هتحطوا بدلها ربع معلقه صغيره من بهارات الفراخ، وربع معلقه صغيره من السبع بهارات، او نص معلقه صغيره من السبع بهارات تمام. عايزه اقول لكم اللانشون لسه سخن، شايفين قد ايه ملمس اللانشون ناعم؟ ده علشان انا فرمت الفراخ كويس جدا في الاول، فحاولوا تفرموا الفراخ كويس جدا في الاول علشان في الاخر تديكم ملمس ناعم للانشون زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. شايفين قد ايه ملمسه ناعم؟ طبعا اللانشون لسه سخن جدا، هنسيبه لمده 3 ساعات كاملين لحد ما يبرد تماما. بعد ما اللانشون برد تماما هبدا اقطعه شرايح رفيعه. طبعا كلنا عارفين اللانشون بقى غالي جدا في المحلات، ده غير ان احنا مش ضامنين اللانشون ده معمول من ايه او ايه المكونات اللي اتعمل منها اللانشون، وغير كده بيضيفوا عليه مواد حافظه. لكن زي ما شفتوا معانا في الفيديو عملنا اللانشون في البيت بطريقه ناجحه ومضمونه، وما كلفناش حاجه خالص. يعني من صدر فرخه واحد وكوبايه الا ربع نشا وشويه بهارات عملنا اللانشون في البيت، ضامنين نظافته وضامنين المكونات اللي اتعمل منها اللانشون، ومفيهوش مواد حافظه، وبجد هيطلع معاكم احلى بكتير من اللي بتجيبوه من بره، وهيعجبكم جدا كمان. شايفين اللانشون قد ايه طري وملمسه ناعم جدا؟ شايفين المطه اللي في اللانشون؟ ولا طعمه وريحته تحفه. جربوه بنفس المقادير ونفس الخطوات وان شاء الله هيطلع ناجح معاكم من اول مره، وهيعجبكم جدا كمان. ومش هتستغنوا عنه طبعا في فطار الصبح وفي العشاء وفي سندوتشات المدارس. وزي ما شفتوا معانا في الفيديو ما خدش مننا وقت وما كلفناش حاجه خالص، يعني من صدر فرخه واحد عملنا كل كميه اللانشون الحلو اللي انتوا شايفينها دي. وبكده تكون وصفتنا النهارده خلصت. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتشيروا الفيديو مع كل حبايبكم. ولو عجبكم المحتوى وحابين القناه تكبر اشتركوا في القناه علشان يوصلكم اشعار بكل وصفاتي الجديده. هشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.